بسم الله. نبداو كلامنا وعلى نبينا صلاتنا وسلامنا. قالوا ناس زمان أهل الحكمة والبيان، كان يا مكان في قديم الزمان واحد شاب اسمه دريس، كان فهيم وعنده شان. هاد الشاب كان ولد تاجر كبير في المدينة، لكن عقله ما كانش في المال والتجارة، كان ديما كيقلب على الحكمة والمعرفة، خصوصا بغا يفهم سير النساء وكيفاش دايرات. ماشي حكاية حب وغرام هادي، لكن رحلة طويلة في أرض الله الواسعة باش يعرف دريس المرأة كيفاش كتفكر وشنو الأسرار اللي في قلبها مخبية. ملي كبر وصل وقت الزواج، عيط عليه با واحد النهار وقال ليه: ايوا يا وليدي، راك كبرتي وجا الوقت باش دير دارك ووليداتك ونفرحوا بيك، ولكن الزواج راه ماشي لعب، والمرأة بحر كبير قليل يعرف غرقه ويفهم اسراره. وقبل ما تختار شريكة حياتك سير دور في البلاد، شوف النساء على اختلاف طبايعهم، تعلم منهم وفهمهم، وملي ترجع ديك الساعة يكون خير، تكون واجد وعارف شنو باغي. فرح دريس بكلام باه، حيت هادشي اللي كان في خاطرو، ودع والديه وجمع حوايجو وتوكل على الله. شد الطريق وما فيها باس، نمشي نشوف بلاد الله ونتلاقى مع النساء، نسمع منهم ونتعلم حتى نفهم هاد السر اللي يحير الرجال. اول طريق شدها كانت للجبال، طلع مع طرقان واعرين والبرد قاصح، لكن كان صابر. وصل واحد الدوار صغير، ديورو ديال الحجر والطين، لقى الناس تما قلال عايشين على قد الحال، صابرين قانيين باللي قسم الله. شاف النساء ديال الدوار خدامات ما كيرتاحوش بحال النمل، يجبدوا الماء من البير، يجمعوا العواد الكانون، يربيو الدراري ويسقيو الجنانات الصغيرة حدا الديور. لفتت انتباهه واحد المرأة كبيرة في السن، باين عليها الوقار والحكمة، سميتها فاطمة. كانت جالسة قدام باب دارها كتغزل الصوف بواحد الاتقان عجيب، وجهها مجعد بتجاعيد الزمان، ولكن عينيها فيهم واحد النور واحد الصفاء. تقدم ليها دريس بالادب، سلم عليها وطلب منها شويه ديال الماء يبرد بيه عطشو. عطاتو الماء في طاس ديال الطين، وشافت فيه واحد شوفه ديال الناس الفاهمين. جلس دريس حداها وبدا يسولها على احوالهم وكيف دايره العيشه في داك المكان الصعيب. هي ما كترتش عليه الهضره، غير شارت بيديها للجبال اللي دايره بالدوار وقالت ليه: ولدي، شوف هاد الجبال كيف دايره، صابره وشامخه، الشتا كتصب عليها والثلج كيغطيها والريح كيصفر بين حجرها، لكن هي باقيه واقفه ما كتحرك. عرفتي علاش؟ حيت جذورها شاده مزيان في الارض وصبرها كبير. هكذا المرا ديال الجبل ولدي، صباره بحال الجبل وقلبها كبير وعامر رحمه، كتصبر على قله الشي وعلى التعب، وتربي ولادها على العز والكرامه، وما كتخاف من والو. الحكمه الاولى اللي خاصك تعرف هي الصبر. اييه ولدي، الصبر ديال الجبال بيه كل شده كتهون. والحكمه الثانيه هي الاصل الطيب، بحال الشجره اللي واخا يطيح اوراقها كتبقى جذورها في الارض قويه. فهم دريس الدرس الاول مزيان، درس الصبر وقوه التحمل. عرف ان قوه المراه ماشي في زينها ولا في مالها، لكن في صبرها واصلها الطيب. شكر السيده فاطمه على الحكمه ديالها وكمل طريقه، وهو نازل من الجبل كيفكر في الحكمه الجايه اللي غادي يتلاقاها. ملي هبط دريس من الجبل لقى قدامه اراضي خضراء واسعه، ارض الله كبيره فسيحه والخير فيها باين. ريح خفيف كيحرك سبولات ديال الزرع، وريحه التراب فايحه بعد الشتا. وصل لواحد شار كبير، ديور مبنيين بالطين والقصب. لقى الناس خدامين في الارض، رجال وعيالات، كل واحد شاد شغله. شاف الفلاحه كيحصدوا ويدرسوا،
والسوق قريب عامر بالناس، اللي كيبيع واللي كيشري. حس بالعيا وبغى يرتاح ويشرب شي جغمة ديال الماء تبرد عليه. شاف واحد ساقية دايزة وسط الشجر، وشاف العيالات مجمعين عليها كيتسناو نوبتهم. بان ليه الماء كان قليل، والنوبة عليه كانت سبب الخصام بيناتهم. ولكن وسط ديك الروينة شاف واحد المرأة باين عليها الحكمة والرزانة واقفة بيناتهم، وكلامها موزون بحال العسل. سميتها الزهرة، كانت معروفة بالشر برجاحة العقل وصوابها. كانت كتقسم الماء بين العيالات بالعدل والحق، هادي تسقي اليوم والاخرى تصبر حتى الغدا، واللي زرعها قريب يموت بالعطش كتعطيها هي تسقي الاولى. ولا شي وحده بغات تخاصم وترفع صوتها كتردها الزهره للصواب وبلاتي هي احسن، وكتقول ليها ربي كبير. شاف دريس كيفاش الزهره بلا غوات بلا عصا قدرت تحل المشكل وتفرق الماء بالعدل، غير بالكلمه الطيبه والحكمه وفهمها لنفوس العيالات. قدرت تهدى الخواطر وتجمع الشمل. هنا فهم دريس أن دهاء المرأة ماشي ديما فيه الشر والمكر، ولكن كاين حتى الحكمة وحسن التدبير والقدرة على تسيير الأمور باللين وبالصواب. المرأة الحكيمة هي اللي كتعرف تجمع ما تفرق وتلين القلوب القاسحة. تعلم دريس الدرس الثالث، حسن التدبير والسياسة. والدرس الرابع، اللين والحكمة في الكلام والمعاملة الحسنة. شكر دريس السيدة الزهرة وكمل طريقه. هو كيفكر في اللي تعلم، قال في خاطره سبحان الله، المرأة جبل في الصبر وبحر في الحكمة وأرض معطاءة. وصل واحد سوق كبير وعامر، سوق أسبوعي كتجي ليه الناس من كل قبيلة ودوار، البيع والشراء والدلال كيغوت والناس غاديين جايين بحال موج البحر. شاف العطارة كيبيعوا العشوب والحنة والسواك، وشاف شحاب الزرابي والحيوك عارضين سلعتهم اللي كتخطف العين. لمح واحد الحلقة ديال الناس مجمعة، وواحد الراجل كيعاود لهم شي قصة والكل كيسمع ومتأثر. قرب دريس باش حتى هو يسمع. كانت القصة على واحد المرأة سميتها عيشة كانت يتيمة وفقيرة، وزوجها بزز منها لواحد الراجل كبير عليها في السن. كان قبيح وصعيب في طباعه، كان كيعاملها بقسوة وهي صابرة وساكتة ودمعتها ديما على خدها. لكن عيشة كانت ذكية وكتعرف كيفاش تسير أمورها وتدبر راسها. ملي كان راجلها كيغضب ويعلي صوته هي كتسكت وتجاهله حتى كيبرد بوحده. وملي كان كيجي شي ضيف عزيز عليه هي كتستقبله بالترحاب والكرم وكتكبر به، وهكا كانت كتكبر حتى في عينين راجلها. وملي كان كيمرض ويطيح في الفراش هي اللي كانت كتسهر عليه وتعتني به. شويه بشويه داك الراجل القاسي بدات طبيعو كتلين، وبدا كيشوف مراته بعين اخرى وبدا كيقدرها ويحترمها. هنا فهم دريس ان المرأة بذكائها وصبرها وحسن تصرفها تقدر تغير حتى الأصعب الرجال، ماشي بالغوات والخصام ولكن بالحيلة والدهاء اللي كتخلي الصعب يسهل. هذه حروب النساء اللي كيقولوا عليها، ماشي بالسيوف لكن بالعقل والتفكير. تعلم دريس الدرس الخامس، ذكاء المرأة وقدرتها على التأثير. والدرس السادس، الحيلة المزيانة اللي كتصلح بها الأمور ماشي كتخربها. ويا السامعين، بقى دريس كيدور في البلاد ويتعلم، وكل نهار كيزيد فهمو الحياة والنساء. شاف أنواع وأشكال، شاف الصالحات الطيبات وشاف حتى المكرات الخبيثات اللي لازم الواحد يحذر منهم. تعلم أن المرأة بحال الأرض، فيها الخصبة الطيبة اللي كتعطي الخير، وفيها البور اللي ما كتنبت والو، وفيها اللي كلها شوك كيضر. وتعلم أن مفتاح قلب المرأة ماشي هو الزين الفايت ولا المال الكتير، ولكن هو الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والقلب الصادق اللي كيقدرها ويعرف قيمتها. وتعلم أن دهاء المرأة سلاح عنده جوج وجوه، تقدر بيه تحمي دارها وولادها من كل شر، وتقدر بيه تخرب بيوت عامر إلى تبعت هواها
ونسات خوف الله. ملي حس براسو تعلم ما فيه الكفاية، رجع إدريس لدارهم في المدينة بعد ما دوز شهور طويلة في السفر ديالو. لقاه باه فرحان بيه بزاف وسولو: ايوا وليدي قل لي، واشنو تعلمتي في هاد الرحلة الطويلة؟ أبا، تعلمت بزاف الحوايج، ولكن أهم حاجة عرفتها هي أن فهم نسا بحر كبير ما عنده قرار. تعلمت صبرها اللي كيف الجبال، وحكمتها اللي ما كتبدل مع الزمان، وتعلمت كيفاش تدبر أمورها بالليل والسياسة، وتعلمت ذكائها ودهائها اللي تقدر به تنفع وتقدر به تضر. وعرفت أن الزواج مسؤولية كبيرة، وأن المرأة أمانة عند راجلها لازم يصونها ويقدرها. ودابا با كنظن أني مستعد للزواج، ماشي حيت فهمت هادشي كلشي حيت هادشي مستحيل، ولكن حيت تعلمت كيفاش نقدر المرأة ونحترمها كيف ما هي، مزاياها وعيوبها. فرح الأب بكلام ولدو اللي ولا حكيم، وزوجو بنت الأصل والدين اللي نورت ليه حياته. وعاش دريس مع مراته في الهنا والسعادة، كيطبق داكشي اللي تعلم في رحلته، وبالصبر والحكمة والمعاملة الطيبة كانت حياتهم ديما مزيانة. وهذه حكايتنا يا سادة يا كرام على رحلة دريس في البحث عن حكمة نسا. خذوا منها العبرة، وعرفوا أن المرأة الصالحة كنز كبير اللي عرف قيمته عمره يخسر. وتبارك الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.